تعرض نجم فريق ريال مدريد الدوري الإسباني داني كارفاغال لإصابة خطيرة في مباراة فريقه ضد فياريال في الدوري الإسباني، وسقط كارفاغال على أرضية الملعب في الدقيقة 93 بعد كرة مشتركة مع لاعب فريق فياريال بريمي بينو قبل أن يمسك ركبته ويصرخ من شدة الألم، وخرج اللاعب وهو محمولا على القالة ويبكي بشدة. كون الإصابة تبدو خطيرة جدا، وسيخضع كارفاغال المزيد من الفحوصات خلال الساعات القادمة للوقوف على طبيعة إصابته ومدة غيابه. وحقق فريق ريال مدريد فوزا ثمينا أمام منافسه فياريال بنتيجة 2-0 خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب سانتياغو برنابيو مساء السبت ضمن منافسة الجولة التاسعة من الدوري الإسباني. وتشير التقارير الأولية إلى تعرض كارفاخال لإصابة خطيرة ربما تكون قطعا بالرباط الصليبي، وسوف تتضح الأمور بعد خضوع اللاعب للفحص الطبي خلال الساعات القادمة. ولحد هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، متنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو لتصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.